بعد ما كملت تزيين بقلاوه تاعي، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها في دياركم وتعجبكم، وما تنسونيش بالجيم وكومونتير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي في قناه طبخات ياسمين. اليوم راح نديروا بقلاوه في بلا مدوره، يعني بقلاوه تاع العرايس. هنا اول حاجه راح نعرض لكم كيفاه تحسبوا الكيله تاع الحشو. هنا مثلا البلا هذه تاعي عندها 35 القطر تاعها، يعني من لهنا 35 سنتيم. هنايا واش ندير؟ نهز 35 هذاك نصف القطر، يعني نقسموها على زوج، يعني نصف القطر من المركز حتى لهنا، يعني راح تولي لكم رياضيات. نهز نصف القطر 35 على 2 نلقاو 17 ونص. نهزو نصف القطر أس 2، يعني نصف القطر في نصف القطر، نلقاو النتيجة. هذيك النتيجة نضربوها في بي، يعني في 3.14. نلقاو شحال نديرو في هذا البلا. يعني في هذا البلا لقيت 960 غرام. نفس الشيء بالنسبه للبلاوات الاخرين، يعني اي بلا مدوره عندكم ديري نصف القطر أس 2، يعني نصف القطر في نصف القطر في 3.14. تلقاو الحشو تاعها اللي هو 960 غرام تاع الكاوكاو. اما بالنسبه للفرينه نقصوا من 960 غرام هذيك نقصوا 200 غرام، يعني ندير 700 غرام فرينه هكذاك، 750 700 غرام فرينه تكفي. والعسل ندير حتى 900 غرام فرينه، او ندير كيلو فرينه. العسل ندير كيلو عسل، يعني نزيد انا ديما في البقلاوه تاعي نحب نزيد 100 غرام هذيك او 200 غرام هذيك تاع العسل، يعني كل ما تقعد كل ما تشرب مليح وتجينا مليحه. ودرك نفوتو نديرو العجينه. هنا بالنسبه للعجينه هنا راني درت 700 غرام تاع فرينه، قستها بالميزان، لكن باش نهز القيس تاع الفرينه وبعد نزيد نهز القيس تاع الليدان تاعي، جاتني بالكاس هذا تاع 220 مليلتر جاتني 5 كيسان وربع. هاي يعني 5 كيسان وملعقه كبيره. هنايا رايحه نحط 5 كيسان وملعقه كبيره تاع الفرينه اللي هي 700 غرام. ندير رشه تاع الملح، على رشه تاع الملح تكون مليحه. نضيف ملعقه صغيره تاع لافاني، يعني نديرها بالعجينه اللي مرفه نخدمها معكم ديما، لكن هنا الفرق بيناتهم راح نديرها في بلا مدور فقط. هنا عندي حوالي نصف كاس تاع المارغرين، تحبوا ديروا الزيت ديروا الزيت. نكملها بالسمن يكون ذايب وبارد، مارغرين ذايبه وبارده والسمن تكون ذايبه وبارده ثاني. هنا راح ندير، هنا تحبوا ديروا الفرينه تاعكم، يعني 700 غرام تاع الفرينه تاعكم في 4 كيلو ديروها في 4 كيلو. المهم تهزوا نفس الكيله اللي تقيسوا بها الفرينه تقيسوا بها السمن. كاينين بزاف اخوات يقولوا لي نحبوا نديروها بالغرام، انا عطيتها لكم بالغرام. انا درت 700 غرام حتى 750 غرام تاع فرينه، يعني انا درت 700 غرام قد يعني باش ما يبقاليش هذوك لي شوت مانيش راح ندير فيها دي روزاس. هنايا راح ندير مليح هكذا الحشو الفرينه تاعي بنيتيه حتى نتحصل كامل على خليط نتشرب بالسمن والمارغرين. تحبوا ديروها بالسمن كامل وتزيدوا لها مثلا ديروا كيلو غير ربع تاع السمن، تكملوا لها بالزيت عادي حتى تعمر كيلو تاعكم. انا دائما نحب البقلاوه تاعي نديرها بالمارغرين والسمن، يعني تجي واحد البنه فيها وتجي القرمشه بدون آلة التوريق وتجيكم هايله. هنا دوك راني ما وديتش الماء، دوك نجيب الطاوه تاع الماء تاعي والماء زهر ونرجع لكم. هنا راح ندير بيضه تكون بدرجه حراره المطبخ، ما ديروهاش من الفريجيدير باش ما يولي لكمش السمن هذا كعابر. هنا راني درت نص كيلو ماء زهر ونص كيلو ماء. هنا اذا شفتوا برد الحال سخنوا شويه الماء تاعكم. نبدا نطوي فيها هكذا، هنا ما تجروهاش مليح وما تيبسوهاش مليح. نديرو هكا بزوج يدين نديرو هكا، يعني كل التفاصيل راني راح نقولهم لكم في هذه البقلاوه. اي وحده مبتدئه راح تنجح معاها كما البقلاوه اللي درتها على في بلا 30 على 40، يعني نجحت معاهم كامل. هنا راني كملت الكاس، نص كاس ماء زهر ونص كاس ماء. دوك نشوف اذا يعني تحتاج نزيد ندير. بالنسبه للفرينه تاع البقلاوه دائما انا نخدم بالسيم، يعني نحب البقلاوه
فرينة السيم تاخذها راهي في هذاك كي تجي تحليها. راح نزيد شويه ماء، حوالي ربع ماء، ربع كاس تاع الماء تكفي. الخطه نخليوها ترتاح تزيد تطلق روحها. كمل كامل هذاك ربع كاس وربع تاع السوائل تاع الماء. انا خلطت بين ماء وماء الزهر. هنا الماء درتو شويه بارد، لكن جاب لي ربي جاتني شويه حبيبات تاع السمن. لكن نتوما اذا شفتوا خليو السمن تاعكم يبرد مليح وديروا بالماء الدافئ. شوفوا كيف تحصلت على عجينه تكون طريه. ها هي دونك نقسم العجينه تاعي على 12 كريه متساويه. انا من الاحسن استخدموا الميزان اللي يعني ما تخدم الحلويات تخدم عينها هي ميزانها. دونك نقسمها على 12 كريه ونخليها ترتاح. حنا تحبوا ديروها الصباح، العجينه تعجنوها الصباح والبقلاوه تاعكم تخدموها في الليل عادي. تحبوا تخدموها في الليل والصباح غير تنوضوا تحلوها وديروها وتحشيوها تقدروا كما تحبوا ديروا. يعني كل ما ارتحت العجينه كل ما تعطيكم الطعم في الخدمه. راني درت العجينه تاعي هكا حربوش. راح ندير 12 كره، يعني ندير 6 من الفوق و6 من التحت. هنا من الاحسن اذا عندكم ميزان قيسو يعني باش يجيكم سوا كيف كيف. شوفوا كيف يجيو. نديرو هكذا، اذا شفناها يعني كبيره نقصو نديرهم كامل قد بعضها، نلوزوهم هكذا ونخليوهم يرتاحوا على الاقل من ساعتين وطلع. انا بعد ما لوزتهم كامل درتهم وزن 100 غرام في كل كريه. راح نديرهم هكذا نغطيهم بصاشي تاع نيلو. كما قلت لكم تقدروا ديروها الصباح وتخدموها العشيه، ولا في الليل وتخدموها الصباح، ولا اذا كنتم مزروبين خليوها على الاقل ساعتين. هنا نغطيها مليح هكا ونخليها ونفوتو نديرو الحشو. هنا راني جبت الكاوكاو تاعي اللي هي 960 غرام. هنا اللي تحب تنقص شويه تقدر دير تنقص 100 غرام، يعني تجيها متوسطه ما تجيهاش مرتفعه مليح، دير 800 غرام. هنا درت 900 غرام اللي هي حوالي 7 كيسان. ندير مغرفه تاع لافاني ونجيب السكر كلاص تاعي. هنا يقيسوا الكاوكاو تاعكم، يعني انا عيني هي ميزاني، لكن نتوما ديروا 3 كيلات تاع كاوكاو بكيله غير ربع تاع السكر كلاصي، يعني تبيضوه هكذا. نديروا في كيله في بول تاع شاربه ولا في اي حاجه. انا سوسو نشوفوا بيض هكذا خلاص ما نزيدلوش. نتوما ديروا 3 كيلات كاوكاو مع كيله غير ربع تاع السكر كلاص، يعني السكر الناعم نخدم به البقلاوه، الجامي نخدمها بالسكر الحرش هكا. نزيد لها شويه، يعني الجام يجيكم محروق الحشو تاعكم ويجي معسل وشاد روحو يجي هايل. هنا اللي تحب دير لها شويه قرفه، انا راح ندير لها درك شويه قرفه وندير السمن. نبدا يجمد معايا شويه، ندير 2 ملاعق كبار تاع السمن ونبدا نفتلو فتيل. هنا راح ندير شويه تاع قرفه، يعني ما نكثرش، ندير حوالي نصف ملعقه صغيره. يعني ما تحبش ديرها ما ديرهاش، يعني البقلاوه التقليديه فيها القرفه. انا نسيت ما قلت لكمش كيفاه رحيت الكاوكاو تاعي. شوفوا كيفاه رحيته كي مشغل كي الطعام، شويه خشين على الطعام. هنا نفتلو مليح هكا بصباع الخيار ومن بعد نبدا نرش بالماء الزهر. هنا جامي لا ديروا الحشو تاع البقلاوه تاعكم معجن، خليوه مفتوح. يعني هذا هو السر تاع الحشو تاع البقلاوه، باش ما يتحرق لكمش ما يتكرمل لكمش الحشو. ثانيا ما يجيكمش يابس كي الكراميل، يعني يقعد طري ومعسل. شوفوا كيفاه ندير بشويه برك ونفتل هكا ونغطيه ونخليه حتى نكمل كامل الطبقات تاوعي. سوا يعني خدمت العجينه خدمت الحشو، ماهوش حتى يجي وقت البقلاوه باش نحل العجينه تاعي وندير الحشو. اخدموه خليوه في جهه، كي تجيو تخدموا به لقيتوه نشف مره زيدوا رشوه برشه تاع الماء الزهر وخلاص. شوفوا كيفاه يجي، يعني كي ديروا هكا ما يجيش معجن.
شوفوا يتحل وحده. لخاطر كنت تكثروا الماء الزهر من بعد فيه السكر هذا كيتعسل كامل يولي تجيكم يابس كطيب يابسه. دوك نخلي الحشو هذا نخليه نغطيه ونخليه كي نجي ندير العجينه تاعي ونشوفوا اذا يبس معايا نزيد نشمخو شويه. من بعد ما خليت العجينه تاعي نلحق يعني ما نكذبش عليكم انا خليتها ساعه سوا يعني باش نكملها ونكمل معكم لا فيديو. دوك انا نهز بالحبه ونجيب المايزينا اللي هي نشاء ذره ونبدا نحلها. يعني انا مانيش راح نحلها مستطيله ولا مربعه، راح نحلها مدوره. يعني كي تخدموا بالفرينه تاع السي ما تقلقوش منها خلاص، يعني تجيكم الخدمه سهله. ندير شويه تاع المايزينا على جهه هكا باش نحط عليها هذه. كل ما ندير وحده نديرها المايزينا هكا، يعني نورقوها بالمايزينا مش حنورقها بالسمن. اللي تحب تورقها بالسمن ما تكثرش بزاف المايزينا، ومن بعد تولي تخدم تنحي بالورقه عادي ودير سمن بين طبقات. انا يعني راح نخدمها لكم كيما مولفه نخدم الاخرى، انا ما نكثرش بزاف. نحطها هكا نفس الشيء حتى نكمل 6 كريات تاوعي. نديرهم كامل قد بعضها. دوك نعاود مصفات تكون صغيره. انا من الاحسن نغربلو المايزينا تاعكم على خاطر ساعات تجينا فيها حبيبات، سورتو هذه تاع الميزان ما تجيش كيما هذيك تاع الكاشتي يعني ما فيهاش حبيبات مره. ندير هكا ماشي يعني راح نكثر حتى تجي الكل تاعها مايزينا كامل، لكن ندير طبقه مليحه. دونك باش ما نطولش عليكم الفيديو راح نكمل نحل 6 طبقات هكا ونرجع لكم. نحل 6 الاولين و6 الثانيين، يعني 12 طبقه الورقه نحلهم كل 6 نديرهم وحدها، كل 6 وحدها. نديروا 6 من تحت و6 من الفوق ومن بعد نرجع لكم. هنا بعد ما كملت حليت 6 طبقات هنايا راح نحلهم هكا مع بعض كامل حتى تولي طبقه رقيقه. مره على مره نحركوها باش ما تلصقناش. نديروا من الوسط وروحوا هكا، يعني ما تجبدوش من حتى لتحت هكا، لا من الوسط وجبدوا لتحت، من الوسط وجبدوا لفوق هكا حتى تجينا شكل دائري. شوفوا كيف راني ندير فيها، يعني ما خليتهاش ارتحت مليح لكن العجينه تاعها هايله. دوك نجيب البلاط تاعي ونقيس نديرها اكثر من البلاط تاعي شويه خاطر نخليو الحواف منا ومنا. هنا كاينه ملاحظه، اللي تحب ديرها تورقها بالسمن، اللي تحب تورقها بالسمن يعني تنحيها هكذا وتنحي بالورقه. شوفوا كيف يتنحوا الورقات، تحط ورقه تدهنها بالسمن تزيد الورقه الثانيه هكذاك حتى تكمل كامل، يعني راهم يتنحوا بكل سهوله. شوفوا تخافوش منها مره، لكن انا نحب نورقها بالنشا ما نزيد لهاش السمن، نديرها مع السمن نديرو كي نجي نقطعها ونكمل ونشربها بالسمن من الفوق، يعني ما نحبش نورقها بالسمن كامل. دوك نجيب البلاط تاعي اللي هي القطر تاعها 35 سنتيم. هاي البلاط تاعي نحطها، شوفوا كيفاه جاتني سوا. راح ندير هكا بارولو. البلاط تاعي يعني شريتها جديده جامي طيبت فيها باش تنحي لكم هذيك الكحوليه اللي تجي في البلا وتزيد طيب لكم مليح. شوفوا خاطر هذه البيضه ثقيله ومن تحت شويه خفيفه. راني غليت فيها شويه حليب، درت فيها شويه حليب ودرتها في الكوشه، خليت الحليب هذاك حتى نغلى وحكيتها عادي وبعد مسحتها. كاين اللي يدير شويه زيت، يدير حوالي 2 مغارف ولا 3 تاع الزيت ويديرها تتحرق يعني في الفور، يديرها حتى كي شغل تتقلى. الزيت هذا كيتقلى داخل البلا. شوفوا كيفاه درت هكا، يعني هكا. كاينين لي زاستوس هذوما، كاينين اخواتي يقولوا ماهيش طيبنا ولا وثقيله، يعني كي ديري فيها الحليب ولا تحرقيها بشويه زيت، ديري فيها الزيت وديريه يتحرق، يعني الورشات كامله كذا كيديروا تولي طيب نورمال.
دوك نجيب الكاوكاو تاعي. انا درتها بالكاوكاو، نتوما تحبوا ديروا جوز ولوز، تحبوا اي مكسرات ديروهم. شوفوا كيفاه جاني هذاك الحشو، ريحه نديرو داخل البقلاوه تاعي. شوفوا هكا، يعني راه ما نشفليش مليح، موش معجن هكا. هنا ما تضغطوش، غير بصبعتكم وبالسياسه عليها، يعني ماهيش ريحه تفسد معاكم. مره كل اسرار ما بخلتش عليكم، قلت لكم كل اسرار تاع البقلاوه. هنا درك رايحه نزيد نحل 6 الاخرين. انا رايحه نحل 6 طبقات الاخرين اللي نديرهم من الفوق كيما حلينا الاولين. يعني باش ما نطولش عليكم لا فيديو، درك نحلهم كامل ونديرهم فوق بعضهم ونرجع لكم، يعني باش ما يجيش الفيديو طويل. راني ركزت لكم كامل على الاسرار، ومن بعد نجو نقطعوها ونشوف. هنا بعد ما كملت 6 الثانيين، هنا ما درتش المايزينا على هذه، خليوها هكذا نضيفها. كون ديروا المايزينا عليهم بعد الطياب تجيكم فيها هذوك الحبيبات كيما شغل حرشه، ما تجيش البقلاوه تاعكم رطبه. هنا نحلها كيما حليت الطبقه الاولى. هنا ديما الطبقه هذه الاخيره خليوها نضيفها هكا بدون مايزينا، يعني درت كامل بالطبقات. هنا نحلها مليح هكا ونقيس على البلاط تاعي. يعني اللي ما فهمش كيفيه طريقه الحساب تاع الحشو تعاود تقولي في التعليقات، راني راح نكتبها لكم اسفل الفيديو. يعني نصف القطر أس 2 في 3.14. انا درت 17 في 17، النتيجه هذيك ضربتها في 3.14 خرجت لي الحشو اللي درته. شوفوا انا كيفاه الورقات هذوما يجوا رقاق، يجوا هايلين. نجيب البلاط تاعي ونقيس. هنايا نقيس، شوفوا راهي جات سوا. هنايا نزيد لها شويه برك. هنايا اذا شفتوا الطبقه هذه الفوقانيه يعني ما لحقتش للحواف، كسلوها كذا عادي، جبدوها تتكسل عادي، على خاطر كما قلت لكم تقدروا تورقوها بالسمن يتحلوا ورقه ورقه، ما تخافوش منها. شوفوا كيفاه رققتها. دوك نلويها كذا على الحلال وسيد ماموش. العب هاهي. ودوك نديرها هنايا هاي كيفاه درت كامل هكا، ونحطها كيما حطيت الاولى. شوفوا كيفاه جاتني، ما شاء الله جات هايله. هنايا ديروا لها كي شويه باش يقعد، نديروهاش سيري، ما تضغطوش عليها حتى خليو لها الراحه. شوفوا، ومن بعد نجيب الحلال تاعي وندير هكا. هاهي نحي كامل الحواف، يعني نحب ندير انا بالحلال هذا الصغير، نحي كامل الحواف. شوفوا يعني 700 غرام هذيك تاع الفارينه هكذاك، قعدوا لي شويه تاع لي شوت. هذا تحبوا ديروهم وردات ولا كوكياجات وتزينوا بهم، ولا تحبوا ديروهم عاودوا اعجنوهم وديروهم قريوشات، يعني مش حتروح خساره. تقريبا نفس تشبه العجينه تاع القريوش. شوفوا كيفاه درت، نضغط عليها هكذا مليح. تحبوا ديروها بالفرشيطه ولا تضغطوا عليها هكذا عادي. شوفوا نضغطوا مليح بصبعتينا هكا ونخليوها حوالي ساعه، ومن بعد نجيو نقطعوها، يعني باش ترتاح مليح وتتحط هذيك العجينه. كي تقطعوها ماهيش رايحه تتجعد معاكم القطعه تاع المرسو تاعكم، واش راح يتجعد معاكم. اهو جات هايله. نخليها نغطيها هكا بالساشي ونخليها ترتاح حوالي ساعه ولا نص ساعه، ونرجع ونقسمها معكم باش نديروا هذيك تاع النجمه. يعني اول مره راح نديرها معكم، واول مره راح نديرها انايا، نجربها معكم ونتعلمها معكم
ان شاء الله. هنا سمحوا لي الكاميرا تاعي كنت دايرتها بلي راهي تصور وهي ماهيش تصور. هنا راني درت المركز الدائره تاعي، يعني 17 ونص منها 17 ونص منها 17 ونص منها 17 ونص منها، يعني نصف القطر درت المركز تاع الدائره تاعي. ومن بعد هزيت الموس بالظهر هذا تاع الموس، رسمت كامل. شوفوا كيف رسمتها، ان شاء الله عندكم تبان. رسمتها كامل باش كي نغلط نقدر نصوفيها. هنايا درت هكذا على 4. ومن بعد دايما بالمسطره نهز كل مربع، كل ربع نديرو على 2 هكا. هنا راني رسمت وحددت وعلمته كامل. ومن بعد نعاود غير بالموس تجيكم سهله هكذا. كل ربع نديرو على 2، يعني كيف شغل بيتزا هكذا. شوفوا هنا بالتركيز برك راح تخرج لكم. ومن بعد نجيب المسطره تاعي. شوفوا كيف ندير خط يوازي هذا، نبدا ندير خطوط يوازي هذا الخط هكذا. شوفوا كيف نديرها نقابلو يعني هكذا. ها هي ونرسم. شوفوا هذا سوا يوازي هذا، ما كونش متقطع، يكون متوازي. ونرسم الخط تاعي ها هي. ومن بعد نزيد واحد يوازي هذا ثاني هكذا حتى نكمل. وسايد ونجي ثاني ندير خط يوازي هذا دائما بالمسطره. قيسوا بالعرض تاع المسطره تجيكم العرض تاع البقلاوه تاعكم هكذا. ونقطع، قطعوا حتى للتحت، يعني تجيكم سهله. غير ركزوا معايا برك تجيكم سهله. مع الاول معليش احفظوا معليش في كسره، كي تكونوا طيبوا في الكسره ديروا حتى ديروا الرسمه تاعكم وخدموا. كلي راكم تخدموا في البقلاوه هي راهي كسره. ومن بعد نزيد نرسم هذه. شوفوا هاي نرسم هكذا، نشد المسطره تاعي ونرسم نخط. انا نحدد برك ومن بعد نولي نقطع هكا. درك حتى نكملها. انا درك باش ما نطولش عليكم لا فيديو نكمل نقطعها كامل ونرجع لكم. هاي كيفاه ندير. دائما العرض تاع البقلاوه تاعي هو عرض المسطره. هذا ما يجيكم شغل يشوت. ودوك نكمل نقطعها. هاي هنا قبل ان نكمل لا فيديو تاعي دوك نشوفوا كيفاه نقطعوا القطع تاعنا. شوفوا هنا راني درت النصف تاع البلاط تاعي ونهز هكذا وندير المره هذه نديرو موازي لهذا. شوفوا للوسطاني هذه باش يخرجوا لي المقروطات كامل قد بعضهم. ها هي هكذا. ومن بعد نزيد نرسم حتى نكمل كامل الحبات تاوعي، يعني ارسموها كامل باش تجيكم سهله ومن بعد راكم تكملوا. هاي دائما يوازي لهذا الخط، دائما نديروا شكل موازي دغرا هكذا باش تبان لكم. شوفوا القطع تاعي درك بداو يبانوا، يعني نكمل هكذا ومن بعد تشوفوها بعد ما نكمل قطعتها كامل. شوفوا كيف يجيوني القطع ما شاء الله يجوا هايلين. دوك نكملها كامل ونرجع لكم. هنا بعد ما قطعتها كامل ذوبت لها شويه سمن رايحه نسقيها بالسمن. هنا ندير حوالي كاس غربه، ما نديرش الكاس هذا كامل. نبدا ندير هكذا كامل نسقيها بالسمن ندهنها كامل. تحبوا ديروا بالبانسو باش يجوا كل المرسومات هذو اللون تاعهم احمر ويجي باهي. ديروا بالبانسو ومن بعد ديروا كاس غربه تاع السمن دايب. تقدروا ديروا حتى كاس كومبلي ونديرها في الفور على كنت راني شاعلت الفور تاعي كي بديت نقسمها. شاعلت الفور تاعي على 200 درجه ودرت فرة في الوسطاني ونديرها الطيب. كي ندخلها نهبط الفور تاعي حتى لدرجه 190 180 درجه، يعني انا ما نطيبهاش على 200 درجه كامل،
كل وحده والفور تاعها قوي ولا ماهوش قوي. ونخليها تطيب. كي نشوفوها بدات تطيب على الحواف نشعلوا لها من الفوق تدي التحميره، واللي عندها الفونتيلاتور تشعل الفونتيلاتور باش تولي لون احمر بلا ما تشعل لها من الفوق. وكي طيب راني نرجع لكم باش نزينوها. هنا اللي تحب دير لها ترشق فيها حبات جوز او لوز، يعني تبيتهم في الماء قبل ومن بعد ترشقهم باش ما يتحرقولهاش. واللي تحب دير رزاز بالعجينه دير، يعني العجينه ما بقاتليش بزاف، بقات لي غير شويه هذه نديرهم قريبشات، يعني مانيش راح نرميهم. لكن انا حابه نديرو تزيين رويال. كي طيب وتبرد نعسلها تبرد كامل راح نزينها تزيين رويال وتشوفوها معايا ان شاء الله. بعد ما طبت البقلاوه تاعي شوفوا يعني كيفاه جات مورقه ما شاء الله، جات هايله. هنا راني عندي العسل تاع الدار، خلطت له شويه تاع الحانوت، درت عسل المحلات ونص عسل منزلي. هنا عسل برد وهي هذا وين نحيتها من الفور. درت كيلو و200 غرام، يعني حبتها تجيني معسله مليح. ديما نزيد 200 غرام على كميه الكاوكاو الحشو. درت 960 غرام تاع الكاوكاو، درت كيلو و100 غرام او كيلو 200 غرام تاع العسل. نشربها مليح ونخليها تبات، يعني لازم تبات. هنا العسل تاعي ما زدت لها حتى اضافات، يعني كون زيدوا لها ما زهر تولي ماهيش مقرمشه البقلاوه تاعكم، تفقد هذيك القرمشه. دوك نخليها هكا يعني حتى تبرد في عقلها وتتشرب في عقلها. شوفوا كيف تورقت جات هايله ما شاء الله. ومن بعد نرجعوا باش نزينوها. هنا نخليها حتى الغدوه الصباح ان شاء الله نلقاها بردت ونبدا التزيين معكم. هنا بعد ما باتت البقلاوه تاعي وتشربت مليح هنايا رايحه نديرها يعني باش تقعد هكذاك تلمع. يعني شوفوا كي تقعد تلمع، لكن نزيد لها اسطوس، يعني شفتها في بزاف قنوات داروها قلت نديرها معكم. هنا درت شويه حوالي نصف كاس تاع عسل وملعقه تاع جلوكوز، سخنتهم وريحه نلمع بهم هكا قطع تاع البقلاوه تاعي، يعني ندهنها كامل. راهي تشربت وبردت هايله. دوك سخنت الجليكوز والعسل رايحه ندير لها، يعني العسل منزلي موش تاع المحلات. انا باش ما نطولش عليكم الفيديو نكمل ندهنها كامل ونرجع لكم. بعد ما دهنتها كامل هنا عندي كميه تاع اللوز ابيض، يعني غليت شويه، ما درت هذاك اللوز حتى تنفخت، يعني تنفخت هذيك القشره، نحيت القشره تاعها ومن بعد حمصتو شويه. نتوما تحبوا تحمصوا تحبوا كيما تحبوا ديروا. ودرتو فيه هذاك العسل والجليكوز لداخل، يعني باش يلصق ويقعد يلمع. تحبوا ديروا 6 حبات لوز او تحبوا ديروا 3 حبات لوز هكا. تحبوا ديروا بلاقات هذاك تاع الكاطو، او يعني انا الحوايج هذو نحب نديرهم باليد. هذه من الاحسن خلوا العسل تاعكم تبرد شويه، ما ديروش بها هي سخونه كيما راني ندير انا، يعني باش نكمل معكم الفيديو درتها وهي سخونه. نكمل كامل النجمه هذه الوسطانيه نكملها، ندير هكا الحبات تاع اللوز الابيض ومن بعد نرجع لكم. بعد ما كملت كامل هذوك اللوزات درتهم كامل. هنا راني درت شويه بيستاش وشويه لوز بالقشور. شوفوا كيفاه ندير، يعني نقدم لكم هكا مليح باش تشوفوا. ندير 4 حبات بيستاش منه وزوج تاع اللوز. هنا رجعت حتى اللقاط هذاك يعني نهز به. كي بدات تبرد معايا العسل دوك تولي تشد في اليد بزاف ومن بعد تولي توسخوا يديكم مره، يعني هكا خير. هنا اللي ما يحبش يدير بالبيستاش يدير بنواه كاجو، يزين بالكرز معسل، يزين بالكاوكاو، يعني الشيء اللي يحب يخدم به، كل وحده على حسب المستطاع تاعها المقدور تاعها. يعني تاع عروسه لازم ديروها باهيه تكون مليحه، اللي يقدر حتى يديرها باللوز والجوز، لكن درتها في متناول الجميع، درتها بالكاوكاو. والتزيين شوفوا كيف راني نزين فيها. تحبوا ديروا شويه ورقه ذهبيه منها ديروا هكا حتى نكمل كامل. ندير هكذا سير داير حتى نكملها كامل ونرجع لكم، يعني كل ما ندير خطوه راني نعت لكم هكا. دوك تبدا تبرد هذيك العسل كما قلت لكم تاعي راهي
دافيه تبدا تبرد تشد روحها. هنا بعد ما كملت رايحه ندير نواد كاجو. شوفوا كيف هنا راح ندير حبه حبه كامل هكذا. تقدروا ديروا حبه وتخلفوا حبه. اذا عندكم نوازات ديروا لي نوازات في بلاصتهم كيما درت هذا. هنايا بيستاش ولوز، هنايا نديروا نوازات، يعني كل واحد كيفاه يدير. دوك نكملها كامل ونرجع لكم. يعني كل ما ندير خطوه نوريها لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا يعني شوفوا الحبات هذوك تاع نواد كاجو بدلت لهم، يعني باش يكفيني بلاصه ندير الجوز. نتوما اذا درتوا ورد الشوش هنايا ما ديروش الكاجو هكا، ديروه كما وريت لكم من قبيله. زدت درت حبات جوز هكا داخل العسل والجليكوز، ونبدا ندير على الحواف. يعني عليها لين حيت هذيك ما تجيش معاها، يعني تجي متقاربه بزاف وليت نقصت. يعني هذاك الجليكوز يمدلها لمعه. شوفوا كيفاه تجي باهيه ما شاء الله، تجي هايله، خاصه في المذاق ما تشبعوش منها، غير جربوها في مناسباتكم. يعني هنا 20 الفلوس جوز تكفيك، ماشي حتديركم بزاف. انا بعد ما كملت كامل البقلاوه تاعي، هنا عندي هذوما الوردات هذو، ودرت ورقه ذهبيه فوق نواه كاجو، ونحط الورده هذه هكذا، او تقدروا تحطوا بيستاش في الوسط. يعني نتمنى التزيين هذا يعجبكم، وانتم كما تحبوا زينوا. اللي عنده هنا النوازات يقدر يدير حبه تاع نوازات او ورد الشوش، يعني كما تحبي ديري. تنحي الجوز هذه ديري الورد الشوش او بيستاش مرحي. بعد ما كملت تزيين البقلاوه تاعي، شوفوا كيفاه جات ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها في دياركم وتعجبكم، وما تنسونيش بالجيم وكومونتير. والسلام عليكم.